السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض كده بسكوت التمر اللي هو المعمول. هعمله بطريقة سهلة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الطعم بقى تحفة وريحته حلوة قوي. مقاديره ان شاء الله تكون متوفرة في البيت. كمان يعني نتيجته يعني مضمونة بإذن الله. من أول مرة هتاكلي واحدة هتحتاجي انت تاكلي اتنين وتلاتة من كتر ما ان هو طعمه حلو قوي. كمان البسكوت دايب جدا جدا. كمان التمر مش كتير قوي فيه، فمش يعني نفسك مش هتتسد وانت بتاكليه. يعني طعمه حلو قوي. كمان طريقته سهلة قوي. اهم حاجة متنسوش اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. معايا هنا احط كوباية الا ربع من السكر البودر. هضيفه كده في البولة. وكمان هضيف ربع كيلو من الزبدة، يعني حوالي كوباية كده من الزبدة. طبعا الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. دي كانت نص كوباية وضفت كمان نص كوباية. هبتدي اني اضربهم. تضربيهم بايديكي عادي. بمضرب كهرباء احسن. بمضرب يدوي زي ما انا بعمل كده. حبيت ان انا اعمله بمضرب يدوي علشان اوريكم ان هو برضو سهل ان انتي تعمليه باي طريقة. تفضلي بقى تقلبي السكر مع الزبدة لحد ما لون الزبدة يفتح. كمان يعني السكر يدوب خالص. ما تحسيش وانت بتعجني ان في سكر. يعني حبيبات السكر دي ما تكونش موجودة. هو بودر. بس احنا عايزينه يكون دايب جدا. هفضل اقلب في السكر دي يعني حوالي من 5 ل10 دقايق كده. افضل اقلب كويس جدا لحد ما لون الخليط ده يبتدي ان هو يبقى فاتح كده. بعدين هبتدي اني اضيف عليه 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. وكمان هضيف عليها زي معلقة كده صغيرة من الفانيليا او ظرف فانيليا علشان بس ما يبقاش زفر. وهقلب بقى كويس قوي برضو لحد ما اللون الاصفر ده يبقى ابيض. يعني اقلب لحد ما يفتح برضو خالص. بعدين بقى بعد ما بخلص ببتدي اني اضيف كده نص كوباية من سميد البسبوسة الناعم بضيفه. وكمان بضيف 3 كوبايات من الدقيق. بضيف اول حاجة كوبايتين ونص وبعدين بسيب نص كوباية اشوف العجينة محتاجة كمان نص كوباية ولا لا. في الوصفة دي احنا ولا بنضيف مية ولا لبن اللي هو الحليب ولا اي حاجة. احنا بنعجن بالزبدة اللي احنا ضفناها. اهم حاجة ان انا كل ما باجي احط دقيق انخله بقى كويس قوي. وبعدين انا هسيب بس شوية كده بس في الاخر هحطهم. يعني انا هحط ال3 كوبايات الدقيق وكمان نص كوباية من السميد اللي هو دقيق البسبوسة. كمان ذرة ملح كده يعني حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. اقل كمان من ربع معلقة. هبتدي اني اقلب بقى. بقلبي بقى بايديكي اسهل حاجة. ايدينا غسلينها ونضيفة ومتأكدين من يعني نظافتها. فهنبتدي بقى ان احنا نعجن بايدينا. افضل اعجنها يعني انا مش هعجنها كتير. انا مجرد بس ان هي هتلم كلها. ومش هيبقى فيه دقيق خالص يعني باين. فخلاص كده هكتفي واكون يعني هكون كده العجينة جاهزة معي. بعد ما بعجنها ببتدي اني احطها في التلاجة نص ساعة علشان بس العجينة تستريح كده واعرف ان انا اشكلها. طبعا لازم اغطي العجينة. اي عجينة بعجنها لازم اغطيها. معايا هنا ربع كيلو من التمر. لو التمر مش يعني مش جاهز زي ما هو عندي كده. هتبتدي انك تحطيه على النار وتضيفي له معلقتين كده من السمنة او الزيت لحد ما يبتدي كله يتجانس في بعض. او لو عندك هاند بلندر هتضربي التمر ده بالهاند بلندر وهيبتدي انه يبقى طري زي ما موجود قدامكم على في الفيديو. هبتدي اني اخد كده قطع صغيرة وابتدي اني اكورها علشان دي اللي انا هحطها في قلب البسكوت. خلاص كده جهزت التمر. العجينة كمان استريحت نص ساعة. هبتدي اني اطلعها بقى من التلاجة. وكمان همسك قطعة كده ابتدي اني يعني احركها كده بين ايديا علشان
ابتدي اني ادفيها كده واعرف اشكلها. وبعدين احط كده في النص قطعة التمر، وبعدين اقفلها بقى كويس قوي وهركنها على جنب. هشكل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما بخلصها بشكلها بقى بالاداة اللي متوفرة عندك. اي اداة متوفرة عندك ان انت تشكلي بيها شكلي. هوريكم اللي انا بشكل بيها دي متوفرة عند اي محل مستلزمات حلواني يعني، متوفرة، هتلاقوها ان شاء الله. بتعمل بقى بيكون معاها حوالي 4 اشكال، كلهم بيبقوا شكل ورد كده، وكلهم بيبقى شكلهم حلو قوي. ببتدي اني اعفرها كده بالدقيق علشان بس ما تمسكش في العجينة وانا بعملها. العجينة يعني اعملها على قد الحجم بتاع الاداة دي، يعني ما كبرش، علشان لو كبرتها هت يعني هتبقى مش هتطلع بالشكل ده، وكمان هتتفرد اكتر، وهيطلع من الجنب كده زوايد. بصوا انا العجينة هي حطيتها يعني بتدخل بسهولة. هبتدي اني اضغط كده زي ما حضراتكم هوريكم كده. بصوا مجرد ان انا بضغط عليها بتطلعها لي زي ما حضراتكم شايفين، شكلها حلوة قوي. الوردة دي كمان جميلة قوي. كمان لو عندك اطفال بقى هيساعدوكي ويعملوا معاكي الخطوة دي. ريحة البسكوت او اي مخبوزات بتدي ريحة حلوة قوي في البيت، بتدي بركة وبتدي احساس ان انتي مرتاحة نفسيا كده. لما بشم ريحة المخبوزات دي بكون بصراحة فرحانة قوي ان انا يعني بملى بيتي خير، ان انا اللي بعرف اعمل الحاجة دي. فلو انتوا تعملوا بصراحة يعني هتوفروا اكتر بكتير من ان احنا نروح نشتري نص كيلو او كيلو من البسكوت ده. انت عاملاه في البيت، يعني عاملاه نوع سمنة انت اللي مختاراها، حاجة كويسة مضمونة، مش سمنة مهدرجة. فانت تعملي حاجتك في البيت، حاجتك بتكون يعني احسن بكتير. بعد ما بشكل بقى الكمية كلها بدخلها الفرن. بدخلها الفرن، مجرد بس ما بتاخد لون من تحت بشغل عليها الشواية. الفرن بيكون على درجة حرارة 180 زي الكيكة بالظبط. اول ما بياخد لون من تحت ذهبي كده بسيبوش يا جماعة ان هو ياخد لون غامق. كل ما الحاجة بتاخد لون غامق كل ما بيبقى مبتبقيش يعني فرحانة بالانجاز او العمايل اللي انت عملتيها. اكيد طبعا كلنا لما بنعمل حاجة او وصفة وبتطلع نتيجتها مظبوطة بالظبط يعني بالملي، بنكون فرحانين قوي، احنا عملنا انجاز طبعا. فنمشي الوصفة بالخطوات بالظبط ونتفرج على الفيديو كله. هيعجبكم ان شاء الله، وكمان الوصفة هتعجب كل الموجودين في البيت. اول ما هتشوفي الفيديو ده هتبتدي انك تقومي وتعملي الوصفة دي من كتر ما البسكوت حلوة جدا. كمان دايب، ينفع طبعا لوصفات العيد. شكله شيك قوي وطعمه حلو جدا، دايب جدا. طعمه مميز. التمر اللي فيه كمان اضافة السميد مديله طعم حلو جدا وريحة حلوة قوي. لو الفيديو عجبك او اتفرجتي لحد هنا ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة، ورأيك طبعا يهمني لو تكتبيه في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.